الاب والابن والروح القدس اله واحد. اكتر حاجه بتميز الجمعه العظيمه الحنه. بيبقى المسيح لسه في الارض، بنحط امام مسيحنا كل حاجه تعبانه، بس لما تقرا وتسمع كل لحن ايه معانيه تذهل. بنقول تاسيس سر الافخارستيه. قام عن العشاء المسيح وخلع ثيابه، الا الزفه الوحيده اللي بنعملها مع عقارب الساعه. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. النهاردة هكلمكم عن حد الشعانين. بنعمل فيه حوالي تقريبا 3 حاجات شوية مختلفة، وهقول لكم إيه سببها وإيه معناها. أول حاجة بنعملها في باكر الشعانين اللي هي دورة الشعانين. بنعمل فيهم إيه؟ بنقف 12 وقفة زفة حوالين الكنيسة. أول مكان بنقف فيه هو أمام الهيكل، والهيكل يرمز للسماء، لأن احنا في الآخر خالص هنروح السماء ونقف أمام العرش، أمام المسيح، أمام الخروف المذبوح زي ما مذكور في رؤيا 7. بعد الهيكل الكبير اللي هو الهيكل اللي في النص اللي هو يرمز بقى للسماء، بنبدأ نقف أمام الأيقونات. أول أيقونة بنقف قصادها أيقونة الست العذراء، فبنفتكر إنه المخلص ربنا يسوع جه منها عشان يجيبنا من الأرض يودينا السماء. بعد كده نروح واقفين أمام الملاك جبريال اللي بيرمز لإيه؟ بتاع البشارة اللي بشر الست العذراء بمجيء المسيح المخلص. وبعد كده نروح واقفين أمام الملاك ميخائيل. مين ملاك ميخائيل؟ ده رئيس جند الرب. وبعدين الكنيسة بقى مليانة حاجات كتير قوي قوي قوي. قلنا نقف أمام ماري مرقس. ماري مرقس ده الرسول، وماري مرقس ده اللي بشرنا. طب وبعدين نقف قصاد مين؟ الرسل اللي احنا بيبقى هم علمونا وارشدونا. كنيسه مليانه شهداء، فاختاروا شهيد، فاختاروا مثلا ماري جرجس شهيد من الشهداء، فنقف قصاده فنفتكر ان ماري جرجس ده اللي حب المسيح وارتبط بيه وكمان بقى ملتصق بيه، فاحنا نبقى زيه عشان نبقى في السماء. وبعدين قالوا نختار حد من الآباء القديسين المتوحدين والنساك اللي عشاق للمسيح، فاخترنا الأنبا أنطونيوس. ادي كده وقفنا الوقفة الثامنة. وبعدين قالوا نقف أمام الباب البحري. ايه الباب البحري؟ نقف أمام الباب البحري يعني ناس داخلة، زي ما بنقول كده، بنقول انه الناس اللي داخلة الكنيسة بنقول لهم تعالوا اشتركوا معانا عشان خاطر نبقى لينا علاقة حية بالمسيح ونبدأ ونربح السماء. وبعدين قلنا نقف عند اللقان. اللقان ده اللي هو الوقفة العشرة. اللقان ده اللي هو بيبقى في نص الكنيسة، وكان زمان بيحفروا في الأرض ويحطوا جرن بالرخام. ليه؟ لأن العلامة بتاعة المؤمنين الحقيقيين اللي عايشين جوه الكنيسة اللي هيربحوا السماء يكونوا كده. قال المسيح كده: بهذا يعرف الجميع إنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعض نحو بعض. يعني نغسل رجلين بعض زي ما المسيح عمل معانا. وبعدين نقف ناحية الباب القبلي، لأن ممكن حد يجي من الباب البحري أو يجي من الباب القبلي، أو نحصن الباب عشان ما حدش من المؤمنين يخرج. وبعدين في الآخر نقف أمام أيقونة يوحنا المعمدان، لأن يوحنا المعمدان ده كان بيشاور وكان بيقول على المسيح هو حمل الله. الدورة دي بتقول عايشين مع بعض شركة مؤمنين عشان نروح السماء. ده معنى دورة الشعانين اللي بنكررها في 10 برمهات وفي 17 تود في عيدي الصليب. في حاجة كمان بتحصل في حد الزعف. يعني احنا بنقرأ الإنجيل يوميها من ال4 أناجيل. بنقرأ من متى ومن مرقس ومن لوقا ومن يوحنا. طب ليه بنعمل كده؟ ما كفاية إنجيل واحد وخلاص. أول حاجة، حدث دخول المسيح كملك أورشليم ذكر في ال4 أناجيل. يعني البشاير ال4 ذكروها. ده دليل أهميتها. وإيه أهميتها؟ أهميتها دخول المسيح ملك أورشليم، والكنيسة بتنبهنا بتقول يلا اعلنوا إن المسيح ملك على حياتكم اللي هي أورشليم حياتنا، والكنيسة هي كمان أورشليم. بعد الإنجيل الأولاني بتاع إنجيل معلمنا متى نقول المرد الجال وكأن احنا بنقول كده بنردد كده ان اعلان ان المسيح ملك. وبعدين نقرا انجيل معلمنا ماري مرقس ونقول كده في الطريق وبعدين نقرا انجيل معلمنا لوقا
ونقول وراه المرض الطريق فرج القمصان ومن الشجر. كأن الكنيسة والروح القدس هنا بنقول اعملوا كده. يعني ايه افرشوا القمصان؟ يعني اخلعوا ذواتكم وارموها عند المسيح واعلنوه ملك. وبعدين نقرا انجيل معلمنا يوحنا، وبعد كده يبقى فيه إذن ليه بنقول الأربع أناجيل؟ لأهمية الحدث، لإعلانه إنه ملك، والمردات عشان تقول لنا قولوا كمان واعلنوا إنه هو ملك. حاجة تالتة بنعملها غريبة في يوم حد الزعف، ده المرة الوحيدة اللي بنعملها في السنة. بعد ما بنخلص القداس والتناول بنحط مية ونصلي صلاة الجناز. صلاة الجناز ديت لأنه لو بالفرض في حد انتقل خلال اسبوع الالام احنا مش بنصلي عليه. ليه؟ لان احنا مشغولين فقط حوالين المسيح، فكأننا بنصلي مقدما لو اي حد انتقل. ولو اي حد انتقل خلال الاسبوع ممكن الجثمان بيجي يحضر بسخة من البسخات ونرش عليه من المية اللي احنا صلينا عليها في صلاة الجناز. بنسميه كده صلاة الجناز العام. كده عرفنا ان في حد الزعف في 3 حاجات غريبة اتكلمنا عنهم: دورة الشعانين وقلنا ايه معناها، واتكلمنا على قراية الاناجيل الاربعة في بعد أشية الانجيل، واتكلمنا على الجناز العام. ارجو ان انت تحضر حد الزعف وتستفيد بكل حاجة تتعامل فيه، استفادة روحية. احنا بنشرح ليه هنا؟ عشان نفهم، عشان نستفيد روحيا، ناخد الحاجة طالما فهمناها نبدأ نعيشها روحيا. ربنا معاك، ربنا يباركك، وتستمتع السنة دي بأسبوع آلام مختلف. ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.